الطبيعة غاضبة، وفوضى المناخ قد تؤدي لهلاك كوكب الأرض. موجات حارة، أعاصير، زلازل وفيضانات، كوارث طبيعية بالجملة، والسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. تسير المنطقة العربية بسرعة نحو وضع قد تصبح غير قادرة على مواجهة مخاطر الكوارث. ظاهرة الاحتباس الحراري وراء كل ذلك، حيث نشأت بفعل زيادة التلوث واحتباس الغازات السامة كثاني أكسيد الكربون، والتي تضاعفت في المنطقة بأكثر من 3 أضعاف خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب زيادة المصانع وقطع الغابات التي تساهم في امتصاص هذه الغازات. الظاهرة تسمح بمرور أشعة الشمس إلى الأرض، لكنها لا تسمح بخروج الحرارة الزائدة. معهد ماكس بلانك الألماني كشف بدراسة سابقة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سترتفع حرارتها إلى الضعفين، والأسوأ سيحل بمنطقة الخليج بسبب ما يعرف بدرجة الحرارة الرطبة. خبراء المناخ أكدوا أن المواجهة تستلزم تقليل استخدام الوقود الأحفوري، إعادة تدوير الأشياء واستخدامها، وترشيد استهلاكنا للطاقة، واستخدام منظومة الإنذار المبكر لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الخسائر، وعلينا الاستعداد لذلك.